السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده هنكمل سلسلة السي كي ار اس، وخلينا قبل ما نغوص في تعريفات السي كي ار اس ونتكلم عن السي كي ار اس بشكل عام. خلينا بس نتكلم عن القاعدة اللي بتقول don't add complexity unless it's necessary. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو الحلول التقليدية اللي اتكلمنا عليها في الجزء اللي فات زي الاندكسنج والماتيريالايزد فيو والكاشنج حلت معاك المشكلة والنظام بقى اداؤه مستقر، فانت مش مضطر ان انت تطلع بره الزون اللي انت فيه دلوقتي. احنا مش فكره ان احنا نضيف كومبلكسيتي وخلاص لمجرد اننا بنروح نطبق باترن او واي معينه مشهوره، لكن هي العمليه ان انا بحل مشكله موجوده عندي فعليا. لو اتحلت خلاص. طب لو لسه انا عندي المشكله والداتا بتتغير بشكل كبير وبمعدل سريع، فعمليه الكاشنج مش نافعاني هنا، او عمليه الماتيريالايزد فيو تحديث الفيو نفسه او التيبل ده بياخد او بيستهلك الريسورس اللي عندي بشكل كبير جدا، ورحت ضفت اندكسنج ولسه ما زالت عندي مشكله في البرفورمانس، فانا ببدا اشوف او ابدا اتطرق لحلول تانية عشان خاطر تحل المشكله اللي عندي دي. طب ايه هي الحلول التانية؟ هنتكلم النهارده عن احد الحلول اللي بتحل المشاكل في الحته دي، الا وهي السي كيو ار اس. ايه هو بقى تعريف السي كيو ار اس؟ لو احنا جينا بصينا هنا بيقول common query responsibility segregation separates the mutation operations from the reading operations at a model level. يعني ايه الكلام ده؟ احنا بنفصل عمليه الميوتيشن اللي هي عمليه التعديل او الكرييت او اي عمليه بتعدل في الابلكيشن بتاعنا عن عمليات الريدنج، عمليات القراءه على مستوى الموديل. يعني بدل ما يكون عندي كلاس واحد او موديل واحد بيحاول يعمل كل حاجه اللي هو الريد والرايت، انت بتقسم تفكيرك وشغلك لمسارين مختلفين. طب في عندي بعد كده اللي هو الكي كاركترستكس او 4 خصائص عشان خاطر اقدر اقول على نفسي شغال سي كيو ار اس بشكل صحيح. لازم نطبق الاربع قواعد دول. اول حاجه انا عندي الكوماندز. ايه هي الكوماندز؟ الكوماندز دي العمليات اللي بتغير حاله النظام، زي كرييت اوردر او ان انا اضيف اوردر او ان انا اعدل اوردر. فالقاعده هنا ان الكوماند عندي بغير حاله في النظام عندي، ان انا بكرييت او بعدل او بديليت اي تغيير بيسمى عندي كوماندز. بس في الاخر هو ما بيرجعش داتا، تشينج ستيت بات ريتيرن نو داتا. تمام. بعد كده القاعده الثانيه الكويريز. الكويريز بيقول ريتيرن داتا بات تشينج نو ستيت، ان هو بيروح يجيب البيانات من قاعده البيانات عندي لكن ملوش دعوه بتغيير اي حاجه موجوده عندي. اللي بيغير الكوماند الكويري هو بيجيب البيانات بس، ما بيغيرش اي حاله، ما بيعملش اد، ما بيعملش ديليت، ما بيعملش ابديت، ما بيغيرش اي حاله عنده. طيب بعد كده السيبريشن لو احنا جينا بصينا بيقول different models optimized for specific use case. طب يعني ايه الكلام ده؟ يعني احنا مش بنفصل بس الكود، احنا بنفصل المودلز نفسها، بنفصل موديلين مختلفين، واحد رايت موديل وواحد للريد موديل. الرايت ده هدفه في الاخر داتا انتجريتي، وبيكون نورماليزد ومركز جدا على البيزنس والفاليديشن، وهدفه ان الداتا تكون كونسيستنسي في الاخر. طب وعمليه الريد هدفه السرعه، هدفه ان هو يزود البرفورمانس، بيكون دي نورماليزد وجاهز ان هو يرجع البيانات بشكل سريع ويكون اداؤه كويس. طيب بعد كده السكيلابيلتي. لو احنا جينا بصينا بيقول independent scaling of read and write workload. طب يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي اما افصل الريد عن الرايت، انا بقدر اعمل سكيل للريد لوحده والرايت لوحده على حسب البيزنس الموجود عندي او على حسب اللوجيك اللي موجود عندي، بكتين منفصلتين. غير الاول انا لما كنت عاوز ازود الريسورس او ازود، فانا بزود للاثنين مع بعض. لكن انا في الحاله دلوقتي لو انا عاوز الريد عندي هو الكور بتاع الابلكيشن، فانا عاوز ازود الريد لوحده فبروح افوكس على الريد. لو انا عاوز ازود الرايت لوحده بروح اعمل فوكس على الرايت لوحده. طب ايه الهدف الاساسي؟ لو احنا جينا بصينا بيقول secure is allow teams to optimize each side of the application for its specific performance characteristics and domain requirement. طب يعني ايه؟ قال لك الهدف في الاخر من السي كيو ار اس مش ان هو عمليه تعقيد ملهاش لازمه او كده، لا، هي بتخليك تقدر تحسن كل جنب في الابلكيشن لوحده، optimize each side بناء على متطلبات البيزنس والاداء اللي انت محتاج. فهو ده التعريف الكامل للسي كيو ار اس، ودي الكاركترستكس اللي المفروض اكون انا متبعها عشان خاطر اقول انا مطبق السي كيو ار اس. طيب نتكلم بعد كده عن ذا سي كيو ار اس امبلمنتيشن سبيكتروم. وزي ما احنا قلنا قبل كده ان السي كيو ار اس هو مش عباره عن كود باخده كوبي بيست واروح انفذه خلاص، لا، هو ليه تدرجات وليه طرق كتير في الامبلمنتيشن بتاعه على حسب الكيس اللي عندي او على حسب البيزنس اللي موجود عندي او على حسب الريكويرمنتس اللي مطلوبه، بقدر استخدم الامبلمنتيشن المعين على حسب الكيس دي. فانا اول حاجه عندي اللي هو الكود اونلي سيبريشن، اللي هو بفصل كوماند والكويريز عندي في الكود كعمليه تنظيميه، اللي هو separate command and query services using the same database logical separation with minimal infrastructure changes. طيب تاني حاجه اللي هو السنجل داتابيز with denormalized tables، اللي هو command operations use normalized tables while queries use separate denormalized tables in the same database. ان انا بروح اعمل في نفس الداتابيز، عندي داتابيز واحده، بروح اعمل بعض التيبلز الدينورماليزد عشان خاطر اتجنب عمليه الجوينز الكبيره، عشان خاطر احسن من عمليه الريد اللي موجوده عندي واجيب الكويري بشكل سريع. وعمليه الرايت ان انا بعمل مثلا كريت او ابديت او ديليت، واروح ان انا اعمل التيبلز دي بريليشنال داتابيز بنورماليزد تيبل عشان خاطر اتاكد ان الترانزاكشن بتاعي اتحفظ بشكل
بشكل صحيح. طيب بيجي بعد كده التدرج اللي هو الريد ريبليكاز، ان انا بروح اعمل يبقى عندي برايمري داتابيز بحفظ فيها البيانات الموجوده عندي او بكتب فيها، وفي عندي ريبليكاز داتابيز من الريد بعمل سينك من البرايمري ده، والريد داتابيز بيبقى توزع على سيرفرات مختلفه، بروح ان انا اعمل الكويري بتاعتي او انادي على الداتا بتاعتي من خلال الداتابيز دي، وده الليفل اللي اعلى من السنجل داتابيز ويز دينورماليزد تيبلز. طيب هنيجي بعد كده للجزء اللي بعده اللي هو سيبريت داتابيز، اللي هو الجزء اللي هو بفصل الداتابيز مختلفه. في هنا نوعين من الداتابيز، مش نفس الاول اللي هو ريد ريبليكاز، لا بقى عندي هنا في ريليشنال داتابيز وفي نو سيكوال داتابيز عشان خاطر ارجع الداتا من النو سيكوال داتابيز بشكل سريع. مفيش عندي ريليشنال داتابيز، مفيش عندي دي نورماليزد ان انا هعمل تيبلز زياده، مفيش عندي الكلام ده كله. انا بكتب في داتابيز وبعمل سينك للنو سيكوال داتابيز، واروح اجيب البيانات اللي انا محتاجها على حسب الفيو اللي عندي او على حسب اليوزر انترفيس اللي موجود عندي، بروح اجيب الداتا من النو سيكوال، وده بيكون عمليه اسرع بكتير. وكل تدرج منهم هو بيضيف كومبلكسيتي عندي في الكود، وفي نفس الوقت هو بيحسن البرفورمانس، ودي بقى الانظمه كبيره. يعني بنبدا نتدرج ده كله من نظام صغير لكبير لكبير لحد ما النظام بيكبر معايا خالص. مش بروح ان انا اروح استخدم النو سيكوال داتابيز مباشره كده واروح اعمل سينك من الداتا، لان العمليات دي بتبقى عمليات معقده جدا. هنيجي بعد كده نتكلم بتفصيل شويه. اول حاجه اللي هو الكود اونلي سي كيو ار اس باترن، وده اللي احنا اتكلمنا عليه اللي هو فصل اللوجيك عن بعضه. ان انا في الاخر انا عندي بعض الفانكشنز تعمل كرييت او ابديت او ديليت، تعمل كوماند او بتكتب حاجه على الداتابيز، فبروح اقسم الفانكشنز دي في سيرفيس لوحدها، واي حاجه اعمل لها ريد من الداتابيز بقسمها في سيرفيس ثانيه، او الفانكشنز دي بروح اقسمهم في سيرفيس ثانيه زي ما احنا شايفين كده اللي هو سيرفيس لاير سبليت. انا عملت برودكت كوماند سيرفيس، وفي عندي برودكت كويري سيرفيس، وبعمل سيبريت ريبوزيتوريز، بروح اعمل اي برودكت رايت ريبوزيتوري، وبعمل اي برودكت ريد ريبوزيتوري. فهنا انا بغض النظر عن عمليه الرايت اللي موجوده عندي، انا فصلت السيرفيس بتاعه الكوماند عن السيرفيس بتاعه الكويري، بحيث ان انا في الاخر يبقى الكود عندي منظم. ان انا لو حصل عندي مشكله في عمليات الكوماند اللي هي كرييت والابديت والديليت، انا بروح على الكوماند سيرفيس مباشره، ولو حصل عندي مشكله في عمليه الريد بروح على البرودكت كويري سيرفيس مباشره. فانا قسمت اللوجيك بتاعي هنا الكوماند عن الكويري، فده اللي هو الكود اونلي، ان انا فصلت بغض النظر عن الحاجات اللي بعد كده. ان انا عاوز احسن في الريد واحسن في الرايت، ده بيساعدني بعد كده ان انا لو دخلت السي كي ار اس اقدر ادخله بشكل سهل، لان انا مجهز الكود عندي ان انا اعمل الاكشنز دي بعد كده. طيب هنا برضو الكود اكزامبل لوجيكال سي كي ار اس، ان انا عملت برودكت كويري سيرفيس، حطيت فيها الجيت برودكت ديتيلز ان عمليه الريد للديتيلز بتاعت البرودكت نفسه، وفي عندي البرودكت اوبن سيرفيس اللي هو الكرييت برودكت. طيب بعد كده في السنجل داتابيز وذ دينورماليزد ريد تيبلز. طب يعني ايه الكلام ده؟ زي ما احنا قلنا برضو في التعريف الاولي، ان انا بعمل للرايت اكشنز نورماليزد تيبل، ان انا بعمل لها ريليشن بتاعتها عشان خاطر الترانزاكشن زي ما احنا قلنا والجزئيه دي، وبعمل دي نورماليزد تيبلز لعمليه الريد عشان خاطر ان انا اسهل عمليه القراءه ويبقى ما فيش جوينز كتير. طيب الامبلمنتيشن ابروتش هنا الرايت موديل اللي هو هيبقى كله نورماليزد تيبلز زي ما احنا قلنا، والريد موديل هيبقى دي نورماليزد تيبل ويز ريدندنت داتا فور كويري بيرفورمانس عشان خاطر اسرع عمليه الريد. السنكرونايزيشن الداتا بيز تريجر او الستورد بروسيدر او الابلكيشن كود، ان انا بعمل عمليه السنكرونايز بين التيبلز دي والتيبلز دي اللي هي دي نورماليزد والنورماليزد تيبلز عن طريق حاجه من الثلاثه دول، او ممكن اعملها في نفس الترانزاكشن، ان انا بعد ما احفظ البيانات اروح اخزن البيانات الجديده في الدي نورماليزد تيبلز. طيب في بعد كده عندي اللي هو الترانزاكشن باوندري، ان هو سنجل ترانزاكشن كان ابديت بوث موديل، ان انا في نفس الترانزاكشن ممكن ابديت نفس الموديل، فانا لسه ستيل ما حصلش عندي الحته بتاعه الكونسستنسي، او ان انا فقدت التناسق البيانات في نفس اللحظه، ستيل على نفس الداتابيز، فاقدر اتحكم في الامور دي. طيب بعد كده البينيفيتس اوبتمايزد سكيما فور اتش اوبريشن تايب. انا هنا لحد دلوقتي كل طرف او كل جزء واخد التصميم المثالي بتاعه، والجداول بتاعه الكتابه موجوده، والجداول بتاعه القرايه موجوده، كل واحد موجود واخد التصميم المثالي بتاعه. طيب في بعد كده النو ديستريبيوتد ترانزاكشن كومبلكسيتي. انا عندي هنا مفيش اي تعقيد في الديستريبيوتد ترانزاكشن، لان انا لسه في نفس الداتابيز، احنا لسه ستيل على داتابيز واحده، بس انا قسمت التيبلز بتاعت الريد والرايت بس لسه على نفس الداتابيز، فما فيش كومبلكس موجود عندي. طب بعد كده السمبلر ذات فول انفراستراكشر سيبريشن. انا هنا الحل ده بيكون اسهل بكتير، بدل ما انا اروح اجيب سيرفرات واحط قواعد بيانات ثانيه على السيرفرات الثانيه واعمل ريبليكاز زي ما احنا هنشوف في الداتابيز الجايه، او زي ما احنا هنشوف في التدرج اللي جاي او الستيب اللي جاي ان شاء الله. فهي الفكره انا لسه على نفس الداتابيز، انا لسه بحفظ في داتابيز واحده وبريد من داتابيز واحده، فلسه الكومبلكسي ما كانش موجود عندي، او عمليه السينكرونوس بتاعتي مش عنيفه، او مش بتاخد المجهود الكبير. فانا في الحاله دي لو الامور بتاعتي مشت بالشكل المظبوط وحليت مشاكل البرفورمانس اللي موجوده عندي وكانت الامور عندي تمام، فانا لحد هنا الامور بالنسبه لي كويسه جدا. بس في نقطه ان انا ستيل على سيرفر واحد على نفس الريسورسز اللي موجوده عندي بتاعت السيرفر، فانا بزود الريسورسز بتاعت السيرفر شويه، بزود البرفورمانس بتاعه، وعمليه الريد والرايت عندي ستيل على نفس السيرفر. هنيجي في الجزء اللي بعد كده للسكيلينج وذ ريد ريبليكاز. ايه السكيل وذ ريد ريبليكاز؟ ان هو بيقول ريد ريبليكاز اوفر ا سيميلار سي كيو ار اس ابروتش باي leveraging your exciting database instead of separate database store. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ان
انا دلوقتي تحولت من نفس الداتابيز ونفس السيرفر الموجود عندي على ان انا عملت برايمري داتابيز موجوده عندي بحفظ فيها او بعمل رايت فيها وبعمل ريبليكاز على مستوى الداتابيز، بيكون الريد عندي بشكل عنيف، الناس تقرا من الداتابيز بشكل عنيف، فبحاول ان انا اعمل سيرفرات للريبليكاز اللي موجوده عندي، والسيرفرات دي بقدر اتحكم فيها، احط مثلا واحده في الشرق الاوسط، واحده في مصر، وواحده في امريكا، عشان خاطر تبقى عمليه الريد سريعه، ويبقى عندي برايمري داتابيز. الداتابيز دي بعد ما بحفظ فيها البيانات بروح اسمع في كل الداتابيز الثانيه وبقدر اعمل ريد منها. فانا هنا خرجت من الحته بتاعه السكيل على مستوى السيرفر، ان انا عمال اكبر السيرفر. طبعا السيرفر ليه ليميت، هوصل لحد ليميت معين، مش هقدر اكبر حجم السيرفر تاني، ليه؟ ان انا عملت سكيل على مستوى سيرفرات كتير وعملت ريد منها. انا عندي في بعد كده في حاجه اللي هي الكي كونسيدريشن، في حاجات لازم اخدها في الاعتبار ان هي بتحصل في عمليه الريبليكاز. قال لك ان الريبليكيشن لا كرييتس تمبرري انكونسستنسي ويندوز، ان انا هيحصل عندي لاج شويه في عمليه الريد، ان انا مش بقرا البيانات في نفس اللحظه بعد ما عملت لها كرييت، لا، في هيحصل بعد اللاج ان بعد ما يحفظ البيانات في البرايمري هروح اعمل سينك لكل الداتابيز الريبليكاز اللي موجوده عندي، فلازم اكون عامل في اعتباري ان ده ممكن يحصل. طب ريد ريبليكاز شير ذا سيم سكيما از ذا برايمري، ان هي الريبليكاز كلها هتبقى نفس السكيما بتاعت الداتابيز البرايمري، ما ينفعش ان انا اروح اعمل سكيما مختلفه، هم هيبقوا كلهم نفس السكيما او نفس الاستراكشر بتاع الداتابيز، بس الفكره ان انا بحفظ في الداتابيز وبروح اسمع او بعمل سينك على الريبليكاز الثانيه، طبعا اللي هو كان بي جيوغرافيكالي ديستريبيوتد فور لور ليتنسي. طيب انا هنا ان انا ممكن زي ما انا قلت ممكن احط سيرفرات في اماكن مختلفه على مستوى العالم عشان خاطر يحصل عندي اللور ليتنسي، يبقى الليتنسي بتاع الريد قليل جدا لما يكون السيرفر جنبي في مكان مثلا موجود في مصر او موجود في اي دوله، والسيرفر في نفس المكان او في نفس الدوله، فبيكون عمليه الليتنسي او الوقت اللي انا باخده عشان خاطر استرجع البيانات بيكون اقل بكتير ان هو يكون في سيرفر بعيد عني، فده برده بيبقى محطوط في الاعتبار ان انا في الريبليكاز ممكن اعمل حاجه زي كده. طيب انا بعد كده في الريد اونلي بريفنتس بليت برين ايشوز، ان انا عمليه ان انا بعمل ريد اونلي على الداتابيز الريبليكاز ويكون عندي برايمري داتابيز واحده، ده بيقلل عندي الايشوز او الاعتبارات الكتيره اللي ممكن تحصل عندي لو انا حطيت تو برايمريز من الداتابيز، ان انا حطيت مثلا تو داتابيزز اعمل فيهم رايت، انا ممكن نفس الشخص يخش رايت على داتابيز وشخص ثاني يخش رايت على داتابيز ثانيه، فدي بتحصل عندي مشكله وليها تداعيات كتير. فكون ان انا استخدم وان برايمري فده بيحسن عندي عمليه الترانزاكشن على داتابيز واحده، واقدر من خلالها اعمل ريبليكاز اقدر اريد منها. واحنا قلنا برضو وضحنا ان انا ليه استخدمت الكود او اول حاجه، وبعد كده رحنا للسنجل داتابيز، وبعد كده جينا للريبليكاز، بعد كده الريليشنال رايت اند نو سيكوال ريد باتر. طب الليفل اللي بعد كده انا لو عندي كويريز طبعا عنيفه جدا، والليفل ده هو اكبر من الليفل اللي فات بكتير، لان انا ما بيحصلش في كل السيستمز اللي موجوده، لا يعني انظمه قليله اللي بيحصل فيها الشكل ده من التغير، ان انا بستخدم ريليشنال رايت ونو سيكوال ريد باتر للانظمه العنيفه اللي عليها يوز بشكل عنيف جدا، واروح اريد من الداتابيز بشكل عنيف، مش مجرد ان انا اروح اعمل ريليشنال داتابيز ونو سيكوال عشان خاطر في عندي 5000 يوزر او 10000 يوزر او 50000 يوزر اروح اقسم التو داتابيز بالشكل ده، لا يعني السكيل ده بيكون سكيل ليوزرز كتيره جدا واستخدامات عنيفه لعمليه الريد، لان انا عندي زي ما انا سهلت عمليه الريد ورحت عملت نو سيكوال داتابيز زي دوكيمنت داتابيز كده، ورحت جبت البيانات كده بدون ريليشنال بدون اي حاجه، بس انا عندي برضه في صعوبه او كومبلكس اتضاف عليا بشكل كبير جدا في عمليه ان انا اعمل سنكرونس للداتا دي، ان انا احدث البيانات بتاعت النو سيكوال بعد ما عملت رايت على الريليشنال داتابيز، فده برضه في صعوبه وفي شغل كتير او كومبلكس زياده هيتضاف عليا، فالحاجات دي بتتعمل بحساب، مش ان انا على الفاضي والمليان اروح اعمل نو سيكوال داتابيز وريليشنال داتابيز. فانا في الحل ده انا عندي الداتابيز عليها ريد بشكل عنيف جدا، وانا الكويريز اللي موجوده عندي اخر جدا على الريبليكاز، حتى بعد ما عملت الريبليكاز في عندي داتابيز موجوده على مستوى مثلا تيبلز كتيره جدا بتتاخر بعد ما عملت الاندكسنج، ما فيش فايده، عملت عمليه الدي نورماليزيشن برضو في مشكله ان البيانات بتتحدث بشكل كبير في بعض حاجات، عملت كل الحلول التقليديه وما نفعتش معايا، فانا رحت للنو سيكوال داتابيز والريليشنال رايت، فانا بضيف على ريليشنال رايت عشان خاطر اتاكد من اتساق البيانات وان البيانات عندي وصل او الترانزاكشن حصل في ال 10 او ال 15 تيبلز اللي موجودين عندي عليهم الكرييت دون، في نفس الوقت اروح احدث النو سيكوال داتابيز واروح اعمل ريد منها، لان عمليه الريد من النو سيكوال داتابيز اسرع بكتير جدا من عمليه الريد من الريليشنال داتابيز، فده الليفل اللي بعد الريبليكاز اللي انا بروح اتطرق. نيجي بعد كده نتكلم عن الكونسستنسي مودلز اند امبلمنتيشن باترنز. طيب احنا بعد ما عرفنا الامبلمنتيشن سبيكترمز وعرفنا الامبلمنتيشنز بتاعه السي كيو ار اس، في مفهومين مهم جدا ان احنا نكون عارفينهم بعد ما عرفنا
الامبلمنتيشنز او بعد ما عرفنا ازاي هنطبق السي كيو ار اس وازاي هنتدرج في الحلول بتاعته. في عندي اول حاجه السترونج كونسستنسي، ان انا عندي all readers see the same data at the same time، ان انا هنا بستخدم synchronous update where critical، ان انا دلوقتي لازم الداتا اللي انا احفظها عندي لازم الناحيه الثانيه اشوفها، وده بيبقى في الانظمه الماليه. ما ينفعش ان انا اجي احجز كرسي في الطياره حجزته ان هو يظهر عند حد ثاني ان هو افيلابل، ان هو متاح، فيجي يروح يحجز نفس الكرسي اللي انا حجزته. ففي بعض الحاجات محتاجه مني السترونج كونسستنسي، ان الداتا تكون عندي متشافه في نفس الوقت. فبرضه احنا بما ان خدنا الحلول او الامبلمنتيشنز مختلفه لازم اكون عارف ان انا هل محتاج سترونج كونسستنسي ولا ايفنشال كونسستنسي. الايفنشال كونسستنسي في الاخر ان الريدرز will eventually see the last data، ان هو في الاخر بعمل الداتا دي بحفظها او بروح ابعتها للداتابيز عن طريق السynchronous ابديتس، ان انا بروح احفظها بتاخد وقت شويه بس مش في نفس اللحظه هروح اشوف نفس الداتا. ولازم نكون مركزين جدا وفاهمين الفرق بين السترونج كونسستنسي والفينشر كونسستنسي عشان خاطر اعرف الكيس اللي عندي محتاجه ايه بالظبط. هل انا ضروري جدا ان انا الداتا اما احفظها ان انا لازم اشوفها من الناحيه الثانيه، لازم اشوفها نفس الداتا اللي انا حفظتها، ولا انا ما عنديش مشكله ان الداتا شويه تتاخر على ما اقراها؟ وكل حاجه زي ما احنا قلنا ليها تريد اوفس، ان انا في الاخر مش هاخد كل حاجه، ان انا ما عنديش اوبشن ان السيستم يبقى افيلابل والسكيورتي بتاعته تمام وان هو البرفورمانس بتاعه اعلى. لازم في عندي تريد اوفس، انا محتاج ايه على حساب ايه. فبرضه لازم ابقى عارف الحاجه اللي انا محتاجها سترونج كونسستنسي عشان خاطر اقدر برضه اشوف الامبلمنتيشن المناسب بتاعي هيتماشى مع الكيس ولا مش هيتماشى. طيب بعد كده هنتكلم عن البراكتيكال مايجريشن باث. البراكتيكال مايجريشن باث بيقول ايفوليوشن نوت ريفوليوشن انكريمنتلي ترانسفورم يور اركتكتشر. ما بروحش انا اول ما باجي اخد السيستم بتاعي اروح اشتغل سي كيو ار اس واروح اشتغل ريليشنال داتابيز ونو سيكوال داتابيز للريد واروح لا، يعني هو بيقول لك دايما ايه ستارت ويز كولابوريشن، بتستخدم الطريقه العاديه اللي هو with traditional single model architecture while designing for future separation، ان انا بستخدم الكولابوريشن عادي لكن بعمل الديزاين بتاعي ان هو يكون قابل في المستقبل ان هو يتعمل له فصل. طب بعد كده اللوجيكال سيبريشن، ان انا ريفاكتور تو سيبريت كوماند اند كويري سيرفيسز اند ريبوزيتوريز يوزنج ذا سيم داتابيز، بروح اعمل افصل كوماند سيرفيس والكويري سيرفيس عشان خاطر اقدر بعد كده ان انا اتحول الجزء بعد كده ان انا بقى اد ريد تيبلز، ان انا بعمل دي نورماليزيشن للتيبلز اللي موجوده عندي عشان خاطر اعرف اقرا منها، وبعد كده بتحول لداتا سيبريشن. فانا باخد الامور بشكل تدريجي، ما بروحش اول ما ابدا السيستم باخد الموضوع جرادولي جزء بعد جزء بعد جزء. مش هروح ان انا استخدم السيستم اروح اعمل كل حاجه في النظام مره واحده، لا انا ببدا الموضوع واحده واحده. فده البراكتيكال مايجريشن باث، ان انا بمشي الامور واحده واحده واشوف انا محتاج ايه فين. ده ضروري جدا، انا محتاج ايه فين، دي حته ضروريه جدا. مش بروح استخدم الباترن او اروح استخدم اي سوليوشن عندي بطريقه مباشره واروح اضيف كومبلكسي واروح اضيف كل حاجه وانا مش محدد الريكويرمنتس بتاعتي ومش محدد انا محتاج ايه بالظبط. تمام. بعد كده بيقول ان السي كيو ار اس ديسيشن فريم ورك، انا ما بروحش اخد الديسيشن بتاع السي كيو ار اس واروح استخدم كومبلكسي عندي في الابلكيشن اللي هي كولابوريشن عادي، ان انا عندي سمول تيم، عندي ابلكيشن بتاعي مش كبير، الكونكرنسي مش كبير جدا على الابلكيشن، ما بروحش استخدم سي كيو ار اس واروح ان انا اعمل كومبلكس في الابلكيشن بتاعي وهو مش محتاج. لكن لو انا عندي ريكوايرمنتس فعلا تتطلب ان انا اروح استخدم السي كيو ار اس والتعقيدات اللي انا هشوفها في السي كيو ار اس، فببدا ان انا اروح استخدمه واشوف اي امبلمنتيشن مناسب بالنسبه لي واروح اشتغل عليه. فهو ده الجزء النظري. معلش احنا طولنا في الجزء النظري شويه، بس انا كنت حابب بشكل كبير ان انا اوضح للناس او افكك للناس عمليه السي كيو ار اس وازاي احنا كنا بنبدا وبعدين ازاي تدرجنا في الحلول لحد ما وصلنا للسي كيو ار اس. مش ان احنا نروح اشتغل كود مباشره واروح اقول للناس ادى الكوماند وادى الكويري وده مش عارف اللايبراري الفلانيه نستخدمها واروح استخدم. انا يعني ما حبيتش كده، حبيت ان الناس تطلع من الكورس فاهمه. لان النهارده يعني في زمن الاي اي ممكن اي حد النهارده يعمل ان انا عاوز امبلمنت سي كيو ار اس في الابلكيشن بتاعي، فيروح يعمل له امبلمنت وهو مش فاهم هو ليه عمل امبلمنتيشن للسي كيو ار اس عنده، وايه الفرق بين الامبلمنتيشن ده والامبلمنتيشن ده، وايه التريد اوفس اللي موجوده، وازاي تدرجنا، وازاي انا ممكن احل الموضوع من غير ما اوصل للسي كيو ار اس او اوصل للتعقيد ده، وان انا كان في ايدي حلول ثانيه قبل كده. فانا حبيت ان انا الم الموضوع بشكل نظري عشان خاطر الناس تفهم الموضوع بشكل عام، وبعد كده هنشتغل في النظري من السيشن الجاي ان شاء الله. اتمنى تكون الناس فهمت، ومعلش الفيديو طول شويه، بس كنت حابب اوضح للناس المفهوم بشكل عام عشان خاطر يبقى راسخ عند الناس او المفهوم واضح عند الناس. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.